The vibe is high, the groove is tight. Gym mix all day, all night. عاملين ايه يا مستمعين جيم ميكس؟ وحشتونا من الحلقة اللي فاتت، وحلقتنا النهاردة بمناسبة الصيف والحاجات الحلوة عن السفر. هنسافر بقى مع بعضينا دلوقتي في حلقة جميلة يا ولد. ايه رأيك يا فراولة في التقديمة الجامدة دي؟ تقديمة جامدة، ده انا رحت وجبت المايو وعاد على البحر دلوقتي. يلا بينا. شوية رملة هنا بقى. كتير لو سمحت. طيب بقول لك يا بطيخ، قولي. شفتي فيلم الزواج على الطريقة الحديثة؟ ده بمناسبة السفر يعني؟ ايوه، ده فيه الأغنية الشهيرة اللي جوه الفيلم، بس قولي الأول شفتيه ولا لا؟ ايه شفته. طب شاطرة. طب والله شفته. انا عارفة ده اختبار وانا نجحت فيه. انتي عارفة ان انا الولاد عندي ما حدش بيحب يتفرج على الافلام القديمة، بس الفيلم ده تحديدا كنت مشغلاه قريب وقعدوا يتفرجوا وعجبهم جدا الله. وشدهم. ده بالذات الحتة بتاعت لما كانوا بيلعبوا كورة على الشط. لما كان سمير غانم بيعلق احمد مع الكورة وقع. يا خبر ابيض. الله يرحمه. جميل لو انت قوي. قاعد على الجنب اليمين هتلاقي فريق البنات على يمينك، لو انت قاعد وبعدين في الاخر لو انت الماتش قدام مش التلفزيون، متذاع اصلا. لو انت في التلفزيون هتلاقي مش هتشوف حاجه لان المباراه مش متذاعه. فلا لا لا لا، كان خرافي وحلو. فيلم جميل، يعني تجميعة الممثلين جامدة جدا. لا في فرق كبير بين تكوين الراجل والست. انا قريت الكلام ده في مجلة لبنانية اسمها على دلعونة. مظبوط، انا قريت المجلة دي. نرجع للموضوع بتاعنا بمناسبة الأغاني برضو. قوليلي انتوا أغاني السفر عندكم تتمثل فيه؟ اغاني السفر اللي هو يا ود يا ويلع خدها ونزلت ترعى طلعه 1 2 3 كده يعني. الاغاني دي الحماسيه بالذات لو احنا في باص، لكن لو في عربيه ومسافرين هيبقى حبيبنا اللي بنستناه من الصيف للصيف، عمورة. بالظبط، عمرو دياب. احنا قلنا كده في الحلقه بتاعته، فهو عمرو دياب ده كنا بنستناه. فدي اغاني سفرنا وكل اغنيه ليها ميموري على فكره. انتي عارفة أغانينا احنا عاملة ازاي؟ مش عارفة. اكيد، قولي كده. عندنا جزئين. ايوه، جزء بيسمع مهرجانات وجزء بيسمع مش عارفة ده يعتبر تكنو تقريبا. انا ماليش اصل في الحتة دي قوي، اللي هم انا تبع المهرجانات صراحة. يعني تبع اللي هم على رأي احمد مكي في الفيلم. ايوه، بتوع الفورمة دول. ايوه بيبقوا حلوين برضه ساعات. ساعات الفورمة حلو. عندك مناطق اكبر من مناطق ومدلدل اتخاذك ملزقه في بعض برضو انسى. مع فقرة الاختيارات. اشرحيها بقى يا فراولة عشان مش عارفة الصراحة. انا هقول بس يا غلبي منك يا بطيخة. طيب فقرة الاختيارات دي احنا قلنا نعملها جديدة كده عشان تبقى الحلقة خفيفة سريعة. احنا هنقول زي سؤال بس فيه اجابتين، وكل جن هيقول هو انه واحد فيهم من غير ما نقعد نرغي كتير يعني. يلا بقى بطيخة، ابدأي بأول سؤال. أول سؤال في فقرة الاختيارات. يلا سؤال رقم 1. early bird ولا night owl؟ نعم. كلميني عربي. ده وده من ايه؟ هقول لك دلوقتي. هو انا استنتجت المعنى بذكائي بس اتاكد يعني. طب اتاكد. الاول دي اللي هي سهرانه بالليل. يعني تحبي في السفر تبقي الشخص اللي هو بيصحى بينام متاخر ويسهر ويصحى متاخر وهكذا، ولا تبقي الشخص اللي بيصحى بدري وبيبدا من اليوم من اوله وبالتالي طبعا من الهده بينام بدري؟ طيب انا كجان واي نصحى بدري وننام بدري عشان نلحق اليوم. نلحق ايه معرفش، بس احنا عايزين نلحق اليوم الاول عشان نلحق البحر يحسين. ايوه اللي هي يحصل له جزر ولا حاجه. فاحنا نصحى بدري وننام بدري. انتوا بما ان حفلاتنا كلها اكيد نايت اور اكيد يعني يا ربي. ده حتى مضر للدماغ. ما علينا، خش على السؤال بعد واساله انا بقى. يلا بينا. ماشي. تحبي لما تخلصي كجن يعني تخلصي الرحله بتاعتك ترجعي ذكرياتك من صور ولا من الميموريز من دماغك نفسها؟ تقعدي كده تفتكري الذكريات بالفيجوالز اللي في دماغك ولا بفيجوال الصور تبصي للصوره وتفتكري؟ لا بتهيألي انا كجين زي وكبطيخه برضو انا الحته دي جدا تفرق معايا الصور.
انا اهم حاجه في الرحله الصور، انا ارشيف العائله والرحلات والحاجات الصور. الحلوه. طبعا احنا كوايا احنا العكس، لا احنا هم نستمتع بالمومنت نفسها او بالوقت، وافتكره يا ما احلى الذكرى وهي في مخي بشوفها قدام عينيا موشن بقى مش صوره، وبشرب مثلا مج النسكافيه بتاعي. نصورها فيديو يا خرابي لا مش بنصورها فيديو. بس لما الواحد بيقولها كده يعني بيفتكرها بمخه، معرفش، بحس ان انا برجع للموقف باحاسيسي ومشاعري وبشوفه من الزاويه الحلوه اللي انا شفتها مش الكاميرا اللي لقطتها. أتنفس مطر الحنين واشرب فنجان النسيان. السفر بالنسبه لي فرهده ولعب وتنطيط ولا استجمام ونوم واكل؟ فرهده ولعب، ده سؤال ده أيوة فرهده صح. ولعب وتنطيط طبعا، بجد والله مش عشان انا جن واي تقولي لي الكلمتين دول، ما تهزريش. لا فرهده ولعب وتنطيط. انا كنت فاكره انا ما فوتش حاجه، يعني لو في بنانا بوت هركب، ايوه لو في طائره هتطير وتروح فهركب طبعا لو معايا فلوس. يعني دي رفاهيه. ما انت طول ما انت في رقبتي وانا بصرف عليك في بقى باراسيلينج ولا نيله ولا بنانا بوت ولا اي حاجه، بس برضه هتصرف عليها ماليش فيه. ماشي يا بطيخ. انت بقى ايه هتختاري ايه؟ هو انا هنا هجاوب اجابتين، ماشي. هما كجن استجمام ونوم واكل وحفلات تكنو. انت عارفه الحفله فيها ايه؟ ايه جامد انا كبطيخه اه لا يعني فرهده ولعب وتنطيط، ونفسي الاقي بقى حد من الجن بتاعي فرهده ولعب وتنطيط عشان كده سافري معايا يعني سافري معايا. يلا بينا يلا فيري ده جود احنا- كومبينيشن. ده احنا هنخربها. يلا بينا هنخربها. انا تحمست. المايو فين يا ولاد؟ ومن هنا بقى اسالك سؤال، ايه اول حاجه بتحطيها في الشنطه؟ اول حاجه المايو. ايوه اول ما قلتي سفر قلت يا مايو على طول. صح المايو. وهقول لك انا جينزي بيحطوا حاجات تانية، بيحطوا حاجات التانينج وكده، ولازم قميص بيزك. اوكي. ده بالنسبه للولاد. بالنسبه للبنات مش عارفه الصراحه، انا بركز في شنطه الولاد. مش عارفه بنتي صحيح ايه ده؟ انا بحط المايو. ايه ده يا بطيخ؟ انا هطلع جين واي في الاخر. لا بس انا بحط المايو برضه، دي اول حاجه بحطها المايو، وبعدين بقى ابدا ابيلد الشنطه بناء على كل بقى لما افتكر حاجه بحطها، بس لازم الاول المايو، شنطه البحر، في كده آلة موسيقيه لازم اخدها معايا يعني عارفاها. خلاص يا بطيخه، ادي مشكله لما تعمل بودكاست مع حد عارف كل حاجه. عيب والله. يو نو تو. صح. طيب اساليني بقى انت سؤال. لما يعني السفر مع العيله ولا مع الصحاب ولا السفر لوحدك؟ انت كفراوله بتحبي ايه، وكجن بتحبي ايه؟ عشان انا حاسه ان انت هتبقي مختلفه. طيب بصي، هو كجن اعتقد بيحب يسافر عادي مع ناس مش لوحده. اوكي، يعني اتس ايذر العيله او الصحاب. وانا حقيقي ده انا بعتبر كل حاجه ليها مود، يعني بحب اسافر مع العيله عشان ابقى رضيت ضميري وريحتهم وطبخت وعملت ولهيفت تمام. ونزلت الميه وحميت وكل ده واجبات يعني. بس تبقي عملتي بقى عارفه اللي هو خلاص كده حد معطى عايز حاجه خلاص كفايه عملنا اللي علينا. في بقى السفريه بتاعت الصحاب دي بقى اللي الواحد بيبدع فيه، يخرج بقى وينسى الهم والغم واي حاجه وايه، يظبط دماغه شويه ويرجع. لوحدي دي ما جربتهاش، ولما ساعات كنت بطلع في شغل لوحدي كنت بنبسط لاني بس مركزه في شغلي او انا لوحدي فعارفه اعمل اللي ورايا. لكن لو من مبدأ الاستمتاع اعتقد ان لوحدي دي تجيب لي كتاب. اوكي، ده كفراوله ولا كجن واي؟ لا اعتقد الاثنين، يعني احنا قلنا من الاول ان احنا بنحب نسافر كجن مع ناس صحاب بقى او اهل يعني او عيله. مش هتختلفي يعني عن جن واي؟ ما انا قلنا بقى ان ده بتبقى، ما انا اختلفت لما قلت لك ما انا بقول لك انا مختلفه في حته ان انا بعتبر شويه بتاعه الاهل دي انها مش عايزه اقول ديوتي لان فيها قدر من الاستمتاع برضه، ربنا يخلي لنا العيله وكده. مش قصدي ان انا ببقى رايحه متضايقه، بس بحسب ان انا في التزامات كاني كنت في البيت، بس بدل ما احنا في البيت احنا غيرنا المكان وبقينا في الغيط. فاهمه حاجه؟
اوكي احلب البقره بقى واحضر فاهمة الفطار معاك. والف المواعين. ايوه ولو في برضه اوتيل او كده، ما انت هننزل الساعه كام هنطلع امتى، اه يعني برضه في التزام. نوع من انواع لكن مع المسؤوليه. الصحاب ما حدش له دعوه بالتاني، اللي يصحى يصحى واللي ينام ينام واللي يلا يا حسين واللي عشان ينزل- نلحق البحر. ايوه بالظبط بالظبط كده. انت ايه بقى؟ لا انا كجن زي، لا السفر لوحدك ده حاجه انصحك بيها جدا. بصي شفتي صوتي دي ازاي؟ حسيت براحه نفسيه دخلت عليا اول ما جبت مش السيره بيجيلك اكتئاب؟ خالص. يا خبر خالص. ابيض. يعني مش عارفه بس طب وبتتعرفي مثلا في بفصل السفر؟ كده. طب بتتعرفي على ناس جديده فده بيخلي الموضوع لطيف ولا؟ يعني طب ما يعني في بس ناس مش برضه ما اقدرش اقول اتعرف يعني، بس مش ناس انت عارفاهم يعني، فاهمه؟ نوع من انواع الادفنتشر، فاهمه؟ يعني السفر لوحدك ده يعتبر ادفنتشر الصراحه، وانا حاسه ان احنا كجيل مغامرين الصراحه. المغامرون الخمسه. المغامرون الخمسه. كنت عارفه انك هتقولي الافيه ده والله. ادي اخره اللي يعرف جين ويبقى يعني كده. يا جنى انا حاسه اني بتشتم يا ولد. والله ما قصدي. والله لا شوقك يا ما بطيخ. اقصدش. افيه مركب لذيذ. شوقك هو يا عليا بس عجبني. عشان انت حرامي تتريقي عليا كل شويه. والله ابدا بتريق عليك كده. ما تزعليش. ماشي. بس لا يعني بتعرف على ناس وكده، بس بيبقوا ايه خلاص وانس ان انا سافرت معاهم. طبعا في حاجات بتكمل بس غالبا لا، اللي هو خلاص موقف يعني. تمام. بس بس. انا لو هسافر سفريه وهتعرف، ما دي زي بالنسبه لي اكزامبل للشغل كده. يعني لو رحت مثلا في شغل والشغل يعني المكان اللي انا فيه هتعرف بقى على ناس جديده في السفريه فتمام. لكن ما بقاش لوحدي كده توتالي قاعده لوحدي ومفيش حد. لا يا خبر ابيض. لا ما الواحد على ايه بقى؟ مجانين تقعدي في اوضتك بقى. اوفر حتى اوفر يعني. يا بصراحه اوفر. طول ما انتوا في رقبتنا كده حسبي يلا ونعم. يا تاني مرة. تاني مرة. طيب يلا ماشي. فاضل لنا سؤال واحد. مفهوم السفر الناجح. طيب عشان نقول السفرية دي كانت ناجحة، هل ارجع بقى متعلمة فيها او عشت فيها مغامرة او عملت حاجة جديدة انا مش ركبت جيت سكي مثلا، عملت حاجة جديدة مش متعودة اعملها في السفر؟ أوكي. ولا ابقى عملت شوبينج بقى واشتريت حاجات ليا برضو يعني او لحد، بس يعني مش قصدي انه كهدية كليا انا، يعني اشتري شوبينج هو ده اللي يخلي السفرية حلوة بالنسبة لي وناجحة بالنسبة لك؟ طيب يعني كجن زي ولا انك تتعلمي في السفرية او تعملي حاجة جديدة ما كنتيش بتعمليها في السفريات اللي قبل كده؟ السؤال ده انا عاجبني الاختيارين يعني. طيب بس كجن زي لا الشوبينج طبعا. ايه ده؟ شوبينج افري داي افري لا نايت. انا بقى انا ارجع متعلمه حاجه جديده. يعني انا لما رحت مره كده كان في شغل برضو بره مصر، ما كانش همني قوي ان انا اروح اقعد اعمل شوبينج يعني عملت الشوبينج ده كرست له يوم عشان اجيب لنفسي ولولادي ولاهلي كله وكده. مرة واحدة. هو يوم كده انا هنزل اعمل شوبينج وما هو ده اللي حاجه يعني مش هنزل يوم تاني. انا هنزل اليوم ده وهخلص اللي وراه عشان انا مش هضيع ال10 ايام الباقيين. فاليوم ده لا هو ده شوبينج وخلاص. لكن السفريه نفسها يبقى هدفها شوبينج لا انا اسفه، لانه دلوقتي كمان يعني اغلب المحلات موجوده في كل حته، فانا اللي هيخليني نجيب شوبينج يعني مش هما ال2 جنيه اللي هوفرهم هناك بره يعني. لكن بقى استمتع بقى اشوف حاجه جديده، اعمل اكسبيرينس جديده، اركب حاجه، اتزحلق في حاجه بالظبط. يعني بصي انا عيني لمعت. شفتي هاخدك معايا. ماشي. احنا لازم نسافر صح. احنا ممكن لو سافرنا نبقى نعمل لكم حلقه من على البحر. عشان ثانيه واحده جه في دماغي سؤال كمان. معلش قولي يا بطيخ. قولي لي انت دلوقتي رجعنا من السفر تمام، وقت بقى ان احنا ننزل بقى الريلز والستوريز والحاجات الحلوه بقى يعني دي. ايه ريلز يعني ايه ستوريز؟ لا ما انا عارفه بطيخ. طيب خلاص انا بهزر خلاص ماشي مش مش للدرجه. انا جن واي بس مش بالحفريه. ماشي. ماشي. بتعملي بقى ريلز وستوريز وكده، او اصلا بتبقي عامله لها بلان قبل ما بتروحي وكده ولا؟ لا يعني طبعا تمام. لا طبعا، وهي الناس تعرف ليه انا بعمل ايه يعني. انا بعمل لا معلش طيب ثانيه انا بعمل الريلز والستوريز عشان اسكتي هشدلك في الحبه اللي دلوقتي ريلز والستوريز مين اللي هيشوفها؟ الناس بقى صحابي. انا حسب بقى مختاره مين الجروب اللي هيشوفها، بس انا عامه بعملها علشان تتشاف، والا اعملها ليه؟ صح. ممكن انتي تشوفيها. ما انا هشوف، ما انا شايفاها، ما هي معايا، ما انا اللي حضرت الميموري دي بتاعتي انا. ماشي.
فتحبي ترجعي لها منتلي بقى. طب تمام. فارجعها بقى منتلي، لكن اقعد اعمل لها ريلز وستوريز انا شايفه ان في كايند اوف خصوصيه عندنا. يعني ممكن احط ريل او ستوري لاتشيفمنت عملته، لحاجه في شغلي حققتها، لميموري حلوه عشتها بعد ما تعدي بقى يعني بعدها، لكن تتذكريها بالظبط. لكن مش هروح بقى انا خلصت فاروح بسرعه عشان الناس تعرف ان انا رحت الساحل ولا رحت كوالالمبور، هم مالهم. لا احنا بننزلهم بعد ما بنرجع عشان ما نتحسدش، وبعدين حسد يقول يا لهوي اشتغل ازاي انا دلوقتي. يا لهوي مش عارفه دي خطه حديثه عامه مستحدثه عشان اعتقد ان انتوا لا بتعملوا عشان بتبقوا قاصدين تعملوا ريلز وستوريز. انا بشوفهم على البحر الصراحه واقفين بيلفوا حصل باليرينا برويت. ايوه بس ده يرجع برضو يعني، او ممكن نعتبر ان هم بيعملوا كده عشان ميموريز برضو تبقى نفس الحاجه، بس في احنا عايزين نعمل لها شير مع الناس عادي مش اكتر. ماشي برايفسي موجوده وكل حاجه، بس والله احنا بنفاليو البرايفسي زيكم بالظبط، بس انتوا مش مقتنعين ومش هتقتنعي. لا انا لو عايزه اعمل برايفسي مش هيفرق معايا فلان ده يشوف صورتي وانا بستمتع على البحر بالفستان الفلاني ولا لا، دي حاجه ترجع لنا. اصورها ايوه اصورها عشاني لو عوزت اصورها، لك برضو لو ما صورتهاش مش حاسس ان انا فوتت اللحظه ما صورت، لا عادي ما هي متخزنه في دماغي. اوكي يعني انت بالنسبه لك الريلز والستوريز ان هي تنزل هي دي اللي انت مش متفقه معاها. ايوه لكن التصوير نفسه تمام ما فيش مشكله. اذا افتكرته بقى لان ساعات مع عامل العمر ما بفتكرش الكاميرا اصلا. عادي ايوه لسه اقول لك في الكاميرا كنت بتصوري زمان بالكاميرا الديجيتال. كان عندنا الكاميرا الاول في زمان خالص كان في كاميرا كده اللي هي بتروح مطلعه لك الصوره في ساعتها الانستنت. ايوه وبعدين الكاميرا اللي بعدها الكاميرا العاديه اللي هي بيبقى ليها فيلم ونطلع الفيلم ونروح للراجل والنبي حمض لنا الفيلم الله يكرمك. وبنبقى طالعين فيه ابيض واسود والينز كده. بس بعدها بقى عادي يعني فكره بقى الفيديو بقى الكاميرا لما نزلت بقى فيديو انها تصور فيديو بتاع الكاميرا دي خابه، دي كانت نقله نوعيه مش قادره اقول لكم فكرتيني ليه زي لا فظيعه والله. بس دلوقتي بقى الموبايل خلاص حل كل حاجه. ايوه طيب عايزين حته نوستالجيا كده. ما سرحت منك معلش بس اتبسطت في الكاميرا. لا الكاميرا كانت حلوه. لا والله كان شعور جميل واحساسي بقى وانا بطلع الكاميرا ومين معاه الكاميرا بقى انا معايا الكاميرا يا بنت اللي واحده ساكته. هو انتي بتصوري الاكل ليه؟ عشان لما الناس تشوف الفيديو تعرف ان انا اكلت اكل حلو قوي. ايوه بيعرفوا ليه يعني؟ يا بهيرة لازم تشارك اللحظات الحلوه مع المتابعين. كل اللحظات. نيجي بقى الخلاصه ان جنزي بيسهر ويصحى براحته، انه بيحب يتصور ويعمل ريلز وفيديوز. ستوريز يا ستي ستوريز يا اخوان. اوكي طيب وبعدين اول حاجه بتتحط في الشنطه كلنا المايو. الاستجمام والنوم والاكل والسفر لوحديهم وده اريح لهم واحسن لهم. ده بالنسبه لجن زي. بالنسبه لجن واي لا احنا بنحب نسافر في جروبس، احنا بنحب نتعلم حاجه جديده، فرهده ولعب وتنطيط، مش شوبينج بس زي جن زي بس. و يلا ان شاء الله السفريه الجايه نحاول نعمل لكم حلقه لذيذه حلقه من هناك ان شاء الله. يلا باي باي بطيخ. باي باي يا فراولايه. باي باي مستمعين جيم ميكس، وهتعجبكم الحلقه دي انا متاكده ان شاء الله. باي 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 باي. نقعد معايا.